ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل الفراخ المسلوقه باسهل طريقه، وهتطلع معاكي ان شاء الله ما فيهاش اي ريحه زفاره. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. بص انا حطيت هنا معلقه زبده، تمام، وهنزل هنا بالفراخ، هنديها تشويحه الاول. بصوا يا جماعه، الفراخ انا بجيبها بنقعها بميه الاول، وبعد كده بقفل عليها، بدلق الميه اللي فيها، وبعد كده برجع اغسلها تحت الحنفيه واشيل كل الزيادات. حتى دي بصي الحته اللي هي بتاعت الكبده دي اصلا دي خطر جدا، وهي مش كبده يا جماعه زي ما الناس معتقده. تمام. بعملها وبروح شايله الضفر بتاع الجناح ده، وبشيل اللي هي الدهون. ولو انت بتحبي الرقبه زي حالاتي كده انا بشيل كل الزيادات اللي عليها، تمام. وبنضف كل حاجه فيها، وبعد كده بنقعها بقى بميه وملح وليمون فقط. بصوا بقى انا هنا هحط لها قوطه وبصل، تمام، وهاخدها كده بحته قماشه واقلبها. بصوا انا هعملها ازاي، دي اسهل بالنسبه لي، تمام. بصوا بقى انا هحط لها ملح. انا بحب احط لها كل الحاجات دي وهي بتتشوح على النار بالزبده لسه. وحبه الفلفل الاسمر انا بكتر لها شويه بصراحه، تمام، وهسيبها بقى لما تتشوح. بصوا بقى انا هنزل بقى بالميه، تمام، لحد بقى ايه ما تستوي معانا. بقى الفراخ استوت اهي، علشان تعرفي ان الفراخ استوت اهي. انا مقربه لكم الكاميرا، بصوا بتلاقوا ان الورك فتح اهو كده، فتح كده يبقى استوى، تمام. هقفل عليها واقليها بقى في الزيت. بصوا بقى الجمال اهي، مقليه وتحفه تجنن، وجربوها ومش تندموا.